السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد كيف ما كتشوفوا معايا. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكيكه هادي بالليمون، كتجي غزاله بزاف. لا في الشكل لا في المذاق ديالها، وسهله التحضير كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي غزاله وكتجي هشيشه بزاف من الداخل. الا بغيتوا تعرفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الكيكه هادي، خليكم معايا وكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه غادي نبداو بها باش نحضروا هاد الكيكه هادي. غنحتاجوا هنا واحد الكاس ديال السنيده وكاس ديال الماء قياس واحد، وهنايا عندي واحد ليمونه كبيره اللي قطعتها شرائح رقاق على هاد الشكل هذا. واول حاجه غنبداو بها بسم الله، غناخذوا هاد الكاس ديال السنيده غنخويوه في المقله على هاد الشكل هذا، وغنزيدوا عليه داك الكاس ديال الماء كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نوضعهم فوق البوطه حتى يولي عندي هاد الخليط على شكل سيرو. من بعد غادي نضيف ليه الليمونه ديالي. كما شفتوا معايا هذاك السيرو ديالي راه غلا. دابا غادي ناخذ هاد الشرائح ديال الليمون وغادي نحطهم على هاد الشكل هذا باش نخليوهم يتعسلوا لينا في هاد السيرو هذا. على هاد الشكل هذا غادي نخليوهم يتعسلوا، ومن بعد نرجع معكم. كما كتشوفوا معايا هنايا الليمون ها هو تعسل، وخديت هنا واحد الطاوه دهنت لها الجناب ديالها بالزبده، وهنا فرشت فيها داك الورق ديال الزبده. غادي ناخذ هنايا هاد الشرائح ديال الليمون، نحاول انني نوضعهم على هاد الشكل هذا. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو للكيكه، عندي هنايا واحد 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي واحد الرشه ديال الملحه اللي غنزيدها عليهم. عندي كاس ديال عصير الليمون، كاس ديال السنيده، كاس معامرش ديال الزيت، واحد القشور ديال ليمونه كبيره، 2 كيسان ديال الفورص اللي غربلتهم. عندي هنايا 2 خمارات، وعندي واحد الخميشه ديال الفاني كيف ما كتشوفوا. ودابا غادي نبدا في الطريقه ديال تحضير هاد الكيكه هادي. هنا اول حاجه غنبدا بها غناخذ هاد الخميشه ديال الفاني غنزيدها على هاد البيض. هاد الكيكه البنات كتجي غزاله بزاف ولذيذه. غنزيد عليهم كاس ديال السنيده، غادي نزيد واحد الرشه ديال الملح غير باش تصحح لينا داك الذوق ديال السنيده. وهنايا غادي نبدا التخلاط ديال هاد البيض هذا. هنا من بعد ما خلطت البيض ديالي مزيان على هاد الشكل هذا، غادي نضيف ليه داك الكاس ديال الزيت وغنخلطه واحد شويه. وهنا غنضيف داك الكاس ديال الليمون. كيف ما شفتوا معايا انا دابا خلطت هادوك السوائل كاملين مع بعضياتهم. دابا غادي نزيد عليهم داك القشور ديال الليمونه كيف ما كتشوفوا. نحاول نخلطهم غير بهاد الخلاط اليدوي على هاد الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا اللون ديال الخليط ولا اللون ديالو زوين صافي. وهنا غنبدا نزيد الدقيق ديالي، انا غربلته من قبل. غنبدا نزيد بشويه بشويه ونخلط على هاد الشكل هذا.
كيف ما كتشوفوا معايا انا كملت دابا الخليط ديال الكيكه ديالي. كيجي على هذا الشكل هذا، هي كتجي خفيفه كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نوضعوا في المول على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا غادي نشعل عليها الفران غير من التحت، وغادي نخليها طيب على خاطرها، ما نحلوش عليها تدوز واحد نص ساعه هكاك. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كيكه كتجي خفيفه، وداك القشور ديال الليمون كيف ما كنشوفوا كيكونوا واضحين فيها. صافي دابا غادي ندخلها الفران طيب ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا الكيكه ها هي طابت. شوفوا دوك القشور تاع الليمون كيجيو غزالين فيها كيف ما كتشوفوا. هي دابا راه مازال سخونه وكتجي رطبه بزاف وهشيشه. انا دابا غادي نقلبها في هاد الطبسيل ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا قلبت الكيكه، وغادي نحيد لها دابا هاد ورق الزبده على هاد الشكل هذا. حاولوا غير بشويه لان الكيكه كتكون هشيشه بزاف. نحاول نحيدوا لها غير بشويه. كيف ما كتشوفوا كتجي الكيكه ديالنا على هذا الشكل هذا. هنايا كيف ما كتشوفوا خديت داك السيرو اللي عسلنا فيه الليمون، وغادي نحاول نسقي به الكيكه ديالي كامله من الفوق، الوجه ديالها كامل على هذا الشكل هذا. كيعطيها واحد اللمعان وكيخلي اللوين ديالها كيجي زوين. كيف ما كتشوفوا عطاها واحد اللمعه زوينه بحال اللي داهنينها بالناباج، وكيزيدها حتى لذه لانه تعسل فيه الليمون كيكون فيه داك الطعم ديال الليمون زوين. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. انا دهنتها دابا كامله. وهنايا من بعد ما سقيتها بداك السيرو غادي نحاول ناخذ غير واحد شويه ديال الكوك وغنوضعو هنايا في الوسط تاع هاد الليمونه اولا هاد الدائره ديال الليمون على هاد الشكل هذا. غير شويه ماشي بزاف باش كيزين لينا داك الشكل ديال الليمون ديالنا. على هاد الشكل هذا غادي نستمر نزينها كامله ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا كتجي هذه هي الكيكه ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. انا دابا غادي نقطع لكم منها واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. بسم الله. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي هشيشه بزاف وكتجي مسقيه بداك السيرو اللي درنا ليها من الفوق. كتبقى هذه هي الكيكه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. واللي مازال ما اشتركش في القناه كنتمنى انه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ديالي. وإلا عجبكم هذا الفيديو وعجباتكم هذه الكيكه ما تنسوش تخليوها لي في التعاليق وتخليوا لي جيم الفيديو. وبالصحه والراحه وبسلام عليكم.